السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرقة عقل بلدي لباني، أتمنى تجربوها بهذه الطريقة. المرقة هذه نستخدمها باليمن كعلاج عندما يكون واحد تعبان فيه الحمى والزكام والأمراض الموسمية، أمراض البرد. فمعتقدين الناس إنها علاج وفعلا مفيدة جدا. عندي هنا اللحم وأربع قطع من الكرشة، كرشة عقل لباني يعني لسه ما تغذى على الأعشاب، فالكرشة ما فيها أي ريحة لأنه لسه على الحليب، ما في أي أعشاب دخلت أحشاء الرضيع. بعد كذا يا طويلين العمر والسلامة نغمر اللحمة بالماء بالكامل حسب كمية المرقة اللي تحبه. هنا أنا عندي تقريبا كيلو من اللحم، أضعهم على النار وأعلي النار حتى تطلع الزفر للأعلى وتخلص منها. بهذه الطريقة حسب ما تسموها، البعض يسميها زفر، البعض يسميها زباد اللحم، البعض يسميها شوائب، البعض يسميها كل منطقة ولها اسم حسب ما تسموها. المهم نتخلص منها بطريقة السلق. بعد كذا عندي ملعقة صغيرة من الكركم والزنجبيل الأخضر والثوم. كركم أخضر، ثوم أخضر، زنجبيل أخضر. اللي ما عنده كركم أخضر يستخدم الكركم الناشف. نص حبة من البصل، وملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة، ملعقة صغيرة من الكمون، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وثلاثة من قرون الفلفل الأخضر، وملعقة من الملح، ملعقة كبيرة. هذه كل التوابل. بعد كذا اكتمل قدر ساعة إلا ربع أو نص ساعة حسب اللحم. هنا ما شاء الله اللحم استوى على الآخر وصارت جاهزة وذايبة، والمرقة جدا لونها طيب وشهي. أحطها على صحن التقديم بهذا الشكل. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، اللحم زبدة فعلا. المرقة واللحم هذه علاج، ما شاء الله تبارك الله، شيء جدا لذيذ وطيب. أتمنى تجربوها خاصة عندما يكون اللحم بلدي، فهذا شيء آخر. أتمنى تجربوها بهذه الطريقة، ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك، تضغطوا زر اللايك، تشاركوا المقطع مع من تحبوا حتى يستفيد الجميع. لكم كل الحب والاحترام والتقدير أينما تكونوا. بالأخير نزين طبق المرقة بالقليل من البصل المقلي وورقتين من النعناع، يكون هذا شكلها النهائي. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.